السلام عليكم، صباحكم زي الفل. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض فطير الافران بطريقه سهله جدا وخطوات بسيطه، وزي ما انتم شايفين كده اللهم بارك النتيجه بتاعته بجد تحفه جدا، احلى من بتاع بره بكتير. وكفايه طبعا ان انت ضامنه يعني نظافته ومكوناته كمان كلها موجوده عندك في البيت. مش هنتكلم بقى عن الفطير الجامد بتاعنا كتير، تعالوا نشوف الطريقه والمقادير. معايا هنا في الطبق كيلو دقيق يا جماعه ابيض، جايباه من العطار، دقيق سايبه عادي خالص، وهنحط عليه رشه ملح، هي تقريبا نص معلقه صغيره ما تكتريش. وبعد كده بتقلبي الملح كويس قوي مع الدقيق. وبالنسبه للدقيق ده انا جايباه من عند العطار، الدقيق اللي هو السايب. ومعايا في الكنكه دي ميه انا مسخناها جامد جدا، تقريبا يعني مغليه على النار. وبعد كده هبتدي انزل شويه بشويه واقلب بقى بمعلقه خشب او سباتيولا. ما تقلبيش خالص بايديكي في المرحله دي لان طبعا الميه بتبقى سخنه جدا. بس بالنسبة للمية السخنة او المغلية دي انت ممكن تستبدليها طبعا بمية من الحنفية عادية خالص، بس بصراحة هي هتسهل عليكي يعني مثلا تقريبا 50% من المجهود بتاع العجن، لان هي بتخلي العجينة ما شاء الله تلم بسرعة وتبقى معاكي يعني زي الاستك بسرعة جدا، لانها بتنشط الجلوتين اللي جوه الدقيق، فبتخلي العجينة ما شاء الله تبقى النتيجة بتاعتها يعني بجد جميلة جدا ومرضية قوي. واهم حاجه طبعا في الفطير عامه بتاع الفطاطري بقى او فطير الافران او اي فطير مشلتت انت بتعمليه، ان انت تخدميه كويس قوي بايديكي وما تستعجليش خالص، تفضلي تعجني فيه كده لغايه لما العجينه تبقى عامله معاكي زي الملبن بالظبط. وده شكل العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك، العجينه بجد حلوه جدا، عامله زي ايه اقول لكم، عامله زي الملبن كده وبتمط معايا كويس قوي. إيه كانها استك كده معايا وما شاء الله جميله. المفروض بقى ان انت بتسيبيها تريح يعني مش اقل من ربع ساعه، علشان لما تيجي بعد كده تفرزيها بالنشابه ما تلمش معاكي يعني وما تتعبكيش. دلوقتي بحط شويه دقيق بقى، يعني ما يكونوش كتار كده على الترابيزه اللي انا شغاله عليها، بس علشان العجينه بتاعتي ما تلزقش. وهننزل بقى العجينه مره واحده كده ونبتدي نفردها كلها. طبعا النقطه دي بتختلف بقى عن الفطير اللي احنا بنعمله اللي هو المشلتت العادي، ان انت بتقسميه كده كور صغيره وبتبداي ان انت تطبقيهم جوه بعض، لكن بصراحه النتيجه دي اسهل بكتير، او الطريقه دي معلش اسهل بكتير، ان انت بتفردي العجينه بتاعتك كلها كلها كده مره واحده. وبالنسبه يا جماعه لسمك العجينه في المرحله دي يعني المفروض ان هو يبقى اقل من نص سنتي، برضو ما يبقاش كبير، بس طبعا ما بيبقاش شفاف يعني مش هيتعبك قوي في الفرد. اهو زي ما انتم شايفين كده العجينه بتاعتي اتفردت، والسمك بتاعها زي ما قلت لكم مش شفاف، لا هي تخينه برضو. وبعد كده هجيب بقى 200 جرام او كوبايه زبده. طبعا في الافران بيستخدموا الزبده اللي هي المارجرين والزبده التونسي، طبعا دول اوحش انواع زبده انت ممكن تستخدميها في حياتك، وحشين جدا وطبعا ريحتهم كفايه يعني. فاحنا النهارده يعني هنستبدل الزبده الوحشه اللي هما بيستخدموها دي بالزبده النيوزيلندي بتاعتنا الحلوه، او زبده فرن او اي نوع تاني انت بتستخدميه، بس اهم حاجه تكون زبده يعني نظيفه، ما تكونش الزبده اللي هي التونسي لانها بصراحه مضره جدا. انا كنت هجيبها يعني واجربها في الفطير ده، بس بصراحه ما هنش عليا برضو ان انا احطها يعني لاولادي بايدي. انت لما تكوني مضطره ان انت تشتريه من بره حاجه غير لما تكوني انت بتعمليها في البيت، فانا حبيت اعمله لهم يعني بزبده كده يكون نوعها نظيف. وبعد ما حطيت بقى كميه الزبده كلها لازم تحطي كميه كوبايه كامله وتدهنيها كويس قوي جوه الفطيره، تبداي بقى تلفيه كده رول. اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله السمك بتاع العجينه زي ما انتم شايفينه كده ايه، مش تخين وفي نفس الوقت برضو مش رفيع.
باي سكينه بقى وقطعها عندك، تفضلي تقطعي كده بقى ايه التقطيعه اللي انت عاوزاها. انا بالنسبه لي هنا الكيلو دقيق عمل لي ما شاء الله 7 فطاير حلوين قوي. الحجم بتاعهم يعني متوسط، ولا هم كبار ولا هم صغيرين قوي. انت لو حابه ان انت تقسميه على فطرتين كبار ماشي، حابه تعمليه صغير كده ماشي. بس الحقيقه انا حبيت ان انا اعمله صغير كده علشان يعني الواحد ياكل فطيره كده يكملها كلها. ولو هتدي برضو ولادك المدرسه يعني فطيره كده صغيره حجمها حلو هياكلوها مش هيرجعولك منها. ودلوقتي جبت بقى الصينيه بتاعتي دي وحطيت عليها شويه زيت، وهبتدي اغلف الكرات بتاعت العجينه دي بالزيت يعني من كل ناحيه علشان طبعا ايه ما تنشفش مني. كده بتسيبيها برضو ترتاح كده لمدة 5 دقايق او 10 دقايق. المرة دي بقى هنفرد كده على زيت، بحط نقطة زيت صغيرة خالص ما تكتريش. وبعد كده نبتدي بقى نفرد العجينة كده او نفتحها بايدينا. وممكن برضو تستخدمي النشابة علشان تفتحي العجينة. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله العجينة يعني مش تعباني خالص لانها مرتاحة كويس جدا. ودلوقتي كملت برضو فرد بايديا. المره دي بقى تحاولي ان انت ترقي يعني العجينه قوي، بس برضو ما ترقيهاش يعني بسمك يكون رفيع جدا. يعني على قد ما تقدري كده، بس اهم حاجه برضو ان انت ما تخليش العجينه تبقى تخينه. وبعد كده تطبقيها كده زي الظرف وترجعي تخليها كده يعني ايه عامله زي البوجه او مدوره. وتسيبي العجينه دي تريح يعني لمده 5 دقايق كمان، وبعد كده بقى بترجعي تفرديها. انا دلوقتي بعمل معاكم واحده كمان زي ما انتم شايفين كده، انا برقها اهو بالمردنه. بس زي ما بقولك يعني انت مش بترقيها يعني جامد قوي، فهي بصراحه ما بتتعبش خالص في الفرد. ونعملها بوجه ونخليها برضو تريح كده على جنب. دلوقتي هنفرد بقى العجينه بتاعتي على الصينيه اللي هندخلها الفرن من غير زيت خالص ولا زبده ولا اي حاجه. لان الفطير بقى بصوا يعني مش محتاج بقى كميه زبده تاني، ما شاء الله في كميه كبيره جدا. وهي هتسيح وتنزل على الصاج ده اثناء التسويه، فهو ان شاء الله مش هيلزق منك في الصاج. وبترقي العجينه كده بايديكي، طبعا ما بترقوش قوي يعني بسمك كده يكون مناسب. علشان برضو ما تطلعش الفطيره معاكي ايه يعني رفيعه قوي وتنشف معاكي في الفرن. الفطير ده يا جماعة بيدخل على درجة حرارة عالية جدا. أعلى درجة حرارة عندك في الفرن 280 أو 270. وبتشغلي الفرن من فوق ومن تحت، لو عندك الشواية برضو بتشغليها. وبتحطي الصاج بتاع الفرن كده في الرف اللي هو في الوسط وبتدخليه. ما بتاخدش يعني أكتر من 15 ل 20 دقيقة بكتير قوي، بتكون طبعا ما شاء الله انتفخت كده واستوت وخدت اللون الذهبي الحلو. ولازم تتابعيها لأنها بجد ما بتاخدش وقت خالص. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بتاخد يعني لون حلو جدا جوه الفرن. بس اهم بقى تكاية علشان الفطير يعني بتاعك يطلع كده مظبوط ومستوي كويس جدا وفي نفس الوقت طري، ان الفطير يدخل على درجة حرارة تكون سخنة جدا. يعني لازم الفرن تكون سخنة فعلا ما تكونش باردة. وزي ما انتم شايفين كده بعد ما بخلصه بقى بحطه في حلة واغطيه كويس قوي. ويستحسن كمان ان انت تغطيه كده بفوطة طبعا تكون نظيفة انت عاملاها للفطير مخصوص. يعني ما تكونش بتستخدميها في اي حاجة تانية. طبعا بيعرق كده على بعضه ويبتدي بقى يطرى اكتر، وبجد بيديكي نتيجة يعني فوق الوصف. وده كده شكله زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك، بجد شكله في منتهى الجمال يفتح النفس. ده طبعا ممكن تفطري بيه الصبح، وممكن كمان تشربيه مع الشاي بلبن او تاكليه معلش مع الشاي بلبن. وممكن كمان تاخديه معاكي الشغل وهتديه لاولادك برده في اللانش بوكس، جميل جدا. تحط لهم بقى عليه جبنه، تحط لهم عليه مثلا حلاوه اللي هي سبريد اي حاجه. دلوقتي فتحت لكم بقى واحده كده زي ما انتم شايفين، هو سخن جدا بس ما شاء الله مورق جدا اخر حاجه يعني. بجد في منتهى الجمال. بجد النتيجة بتاعته ما شاء الله مرضية جدا جدا. اتمنى بقى يا حبايب قلبي ان كلكم تجربوه. وان شاء الله يعني هتدعولي. لو حابة برضو ان انت تفرزيه في الفريزر بعد ما يبرد خالص تحطيه، ولما تطلعيه يعني يفك شوية تحطيه برضو في طاسة كده مع نقطتين مية على النار، على نار ده يعني تكون هادية خالص. هيبتدي ان هو يرجع زي ما يكون لسه جديد خالص كأنك لسه عاملاه طازة.
وبس كده، هستنى بقى يا حبايب قلبي تعليقاتكم الجميلة واعجاباتكم كمان على الفيديو. اشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد. مع السلامة.